السلام عليكم. حبايبنا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي اخدك جوله كده بسيطه عن اهم الادويه اللي تكون موجوده في العمليات وخارج التلاجة. لسه في فيديو تاني لوحده عن الادويه اللي جوه التلاجة. بنتكلم عن الادويه اللي بره التلاجة والمهمه واللي لازم تكون عندي، خلاص؟ يعني هحتاجها باستمرار في قسم العمليات. طيب، مبدئيا بس كده حابب افرق لك بين حته ادويه قسم الاي سي يو مثلا والاو ار. ايه الفرق؟ الاي سي يو عندك بيشنت عيان مقيم عندك عنده مرض معين، فبنعالجه بادويه معينه، مثلا هايبرتنسيف، مثلا دي ام، مثلا دي في تي مثلا بتاع معايا، يعني عنده حاجه معينه فبتاخد علاج معين. انما الحاجات دي بنحتاجها لمعظم الحالات اللي بتجيلنا عندنا هنا، خلاص؟ وهي حاجات بسيطه خالص وسيمبل، فنحفظها مع بعض. بص يا سيدي، عندنا اول حاجه خالص حاجه اسمها الامريكي. ايه يا عم الامريكي ده؟ قال لك ده عباره عن كونكيون او فيتامين كي. فيتامين كي ده امبول بحقنه في عضله الثاي الخاصه بالطفل بتاعنا او النيونيت اللي لسه مولود، خلاص؟ كفيتامين ليه يعني، خلاص؟ اسمه امري كي، خلاص؟ ممكن تقول عليه ان هو كونكيون، وهو عباره عن فيتامين كي، اهو فيتامين كي، اتفقنا؟ طيب، ده اول حاجه عندي. طيب، بيكون عندي في العمليات مجموعه من الانتيبيوتيك المعينه، زي مثلا اليونكتام. ده يونكتام جرام ونص، جرام بوزيتيف ونيجاتيف الاتنين مع بعض، بيحارب يعني الانفكشن البوزيتيف والايه والنيجاتيف مع بعض، خلاص؟ يونكتام. ممكن يكون عندي مثلا زوراكسون، خلاص؟ اللي هو سيفتاكسيون، ماشي كده؟ طيب، ممكن يكون عندي سيفوتاكس زي كده، ده اسمه سيفوتاكس، خلاص؟ منه 1 جرام ونص جرام. يبقى اول حاجه قلنا عندي مجموعات متنوعه من الانتيبيوتيك. في حاجات غير كده؟ في حاجات غير كده. طب ده يشغلني؟ ده يشغلك. طيب، انا لو اديت انتيبيوتيك بكون معايا حاجه اسمها افيل، خلاص؟ الافيل ده عشان خاطر الحساسيه بتاعت العيان بتاعتنا، ده مضاد حساسيه. بص، مضاد للحساسيه بتاعت الايه بتاع العيان. طيب، بيكون عندي بعض المسكنات زي ايه يا سيدي؟ زي مثلا الفولتارين الامبول، خلاص؟ لو مفيش فولتارين ممكن يبقى عندك حاجه اسمها كيتولاج، زي ده كده بالظبط، كيتولاج. ده اسمه ايه؟ كيتولاج، خلاص؟ برضو مسكن. طيب، الاتنين الاخوات اللي مش بيفرقوا بعض، الكابرو والدايسينون، اللي هما بيستخدموه عشان خاطر يعمل ايه؟ اسلوب للبليدنج بتاعنا، خلاص؟ هو بس مجرد امراض بتتاخد لما يكون عندك نزيف حاد ايه لعيان، خلاص كده؟ طيب، بيكون عندك مثلا مغنيسيوم، مثلا مغنيسيوم سلفات، خلاص؟ عندك مثلا جراميسين امبولات. مثلا نخش على الادويه التانية، مثلا زي ايه؟ زي مثلا ايه؟ الاتروبين، ده اسمه اتروبين، خلاص؟ ممكن مثلا يعلي لي الهارت ريت بتاع العيان معايا، فازو كونستراكشن، وهكذا. عندك مثلا الافيدرين، خلاص؟ عايز اعلي ضغط العيان. مهمين جدا على فكره الامبولين دول. الادرينالين، انت معايا؟ طيب، بيكون معاك ايه تاني يا سيدي بره؟ معاك حاجه اسمها نيوستجمين وحاجه اسمها ابيستجمين. ايه الفرق؟ النيوستجمين ده عباره عن امبول، نيوستجمين يعني امبول، وفي منه الفيال. ايه الفرق يا سيدي؟ الامبول ده بكسب منه 5 مع امبول اتروبين عشان خاطر ايه؟ اعمل الريفرس زي ما شرحنا في فيديو تحضير البنك الكلي. طيب، الايبستجمين الفيال ده فيال بياخد منه سنتي واحد بس او سنتي ونص مع امبول اتروبين. يبقى ده وده الاتنين بيشتغلوا ريفرس عادي خالص، ماشي يا سيدي؟ طيب، يكون عندك حاجه اسمها بريمبران، ماشي؟ عندك حاجه اسمها سبازمو، وعندك فيسلارجين. الحاجات دي كلها خاصه بالجي اي تي. مثلا الكوليك، واحد عنده مغص مثلا بيفومت معايا، بيرجع معايا، بريمبران، سبازمو فري، وفيسلارجين، اتفقنا؟ يكون عندك مثلا لازكس، ماشي 20، ده مدير البول. لو مثلا العيان بتاعك القسطره بتاعته مش بيجيب بول، ممكن تديله امبول، فتعرف ان انت لو عايز تعلي الضغط وعايز في نفس الوقت تعرف هو هيجيب بول كتير ولا لا، عن طريق لازكس ده بيديله امبول. وحتى الاسم اسمه مدر بول، فاهمني؟ يعني يخلي العيان يجيب بول كتير. بيكون عندك مثلا حاجه اسمها جليسرين ماليزيا، خلاص؟ جليسرين ماليزيا. وعندك حاجه اسمها ميه اكسجين. الاتنين دول
بيستخدموهم كتير في الحالات اللي فيها انفكشن. يعني مثلا لو عندك عيان مثلا يعمل ديابيتك فوت او خراج مثلا فتحتوه، باخد طبعا ميه اكسجين عشان خاطر احاول، هي حاجه زي بتحرق ايه، بتحرق التيشو عشان تموت الانفكشن اللي فيها. خلاص ماشي كده. طيب بيكون عندي ايه تاني يا سيدي؟ عندك يا عم حاجه اسمها اوتروفين، في منه للكبار والاطفال، اوتروفين كبار واطفال، فاهمني؟ ده مهم جدا للبوست اوبراتيف بتاع حالات مثلا استئصال اللوز ولا حاجه او نزيف من الانف، بناخده للحاجات. لو اي حد عنده نزيف بنديله الحاجات دي قطره وقطره كده في ايه، في كل فتحه في الانف بتاعته، بحيث توقف له النزيف قدر المستطاع. اسمه اوتروفين، اتفقنا؟ طبعا بيبقى عندي محاليل بقى رينجر وجلوكوز وملح الى اخره. دي ممكن نقول عليها بشكل سيمبل كده تشغلني حالات كتيرة. دي أدوية ممكن تساعدني ان انا اشتغل حاجات كتيرة. طب انت ممكن تروح تشتغل في مكان تاني يكون عنده ادوية اكتر من كده متوسعة. يعني مثلا النهارده قلت لك انا عندي مثلا يونيكتام والسيفوتاكس وزوراكسون، دول كده انتي بيوتيك. ممكن تروح مكان تاني تلاقي عندهم 6 انواع انتي بيوتيك، مفيش مشكلة. لكن الحاجات دي اساسية اللي هنغنى عنها في اي مكان في الدنيا. طيب الفيديو الجاي باذن الله هنعمل لك بقى عن ادويه الثلاجه ويحط فيها ايه، وكده حفظناك الادويه اللي ممكن تلاقيها في قسم العمليات. نشوفكم على خير الفيديو الجاي باذن الله. يلا سلام عليكم.